ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى عملت لكم وصفه من بواقي الاكل جميله جدا بجد تحفه. وعلى فكره تنفع كمان لللانش بوكس، تحمروها الصبح كده على طول والولاد هيحبوها جدا. انا كان عندي صدور فراخ بايته، قلت اعمل بيها ايه؟ فرحت بقى مقطعه زي ما انتوا شفتوا كده، مقطعه صغير، وسلقت بطاطس لحد بقى ايه ما استوت. حطيت عليها ملح وفلفل وبهارات البطاطس، وقلبتهم وعجنتهم كده زي ما انتم شايفين بدون اي اضافات تانية. وحطيت الفراخ اللي انا قطعتها وقلبهم بقى كده مع بعض لحد ما تحسوا كده ان هما بقى زي العجينة متماسكين مع بعض بالشكل ده. كده تمام. هحضر بقى جبنة عندي، هحشيها جبنة، وممكن برضو من غير جبنة هتبقى حلوة قوي. حطيت بقى هنا عندي جبنة موتزاريلا او ممكن جبنة رومي. بجد يعني عايزة اقول لكم الوصفة دي مكنتش متخيلة بصراحة ان هي تطلع بالجمال ده. وعلى فكرة تنفع وجبة سناكس او وجبة كده بجانب الاكل اللي انتوا هتعملوه، بجد جميلة قوي. هنكورها بقى بالشكل ده، وممكن برضو تعملوها بالشكل اللي انتوا حابينه. وممكن كمان تشيلوا منها تحتفظوا بيها في التلاجة في الفريزر وقت ما تحبوا تطلعوها على التحمير على طول. عملت بقى هنا مادة الربط اللي هتربط بين الدقيق والبقسماط. هنا شوية لبن على بيضاية، وحطيت عليهم ملح وفلفل وقلبتهم مع بعض. هنا بقى كان عندي فويل، قلت بدل ما اوسخ بقى الاطباق ونبهدل المواعين، بلاش بقى تكاليف يعني وكده. فحطيتها بقى الاول في الدقيق، عفرتها الاول في الدقيق وبعدين بقى في البيض واللبن، وبعد كده في البقسماط او الكريسبي، ممكن كمان كريسبي هتبقى حلوة قوي. وفي زيت سخن بقى على النار هحطهم بقى لحد ما يتحمروا وياخدوا بقى اللون الذهبي الجميل. بصوا بقى ما شاء الله متماسكة ازاي ولا فكت، وكانت زي الفل. بصوا بقى الجبنة سايحة ازاي من جوه، وبجد طعمها روعة. انا عايزاكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا بقى لايك وشير للفيديو ده علشان الناس تستفاد منه وتجرب الوصفة دي، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم داخلين طبعا على موسم المدارس، كل سنة وانتم طيبين وربنا يوفق ولادنا جميعا. ممكن كمان تحمروها كده الصبح سريعا سريعا وتحطوها في اللانش بوكس بتاع الولاد، هيحبوها جدا. واشوفكم على خير وبألف هنا.